هو ايه الافضل للتائب، انه يذكر ذنبه ولا ينساه؟ ايه رايك؟ على حسب. يعني لو قلت لي ينسى، اقول لك ربنا سبحانه وتعالى يقول من اظلم ممن ذكر بايات ربه فاعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. يبقى ربنا بيقول اللي نسى ذنوبه القديمه ده انسان ظالم اصلا، لان المفترض ان هو ايه؟ يفضل فاكر الذنب، فلما يفتكره يندم ويقدم عمل صالح ويستغفر، وبعد شويه يفتكره فيندم ويستغفر ويقدم عمل صالح، ويكون في هذه الحاله عبد تواب اواب. هو العبد الاول اللي هو ايه؟ يفتكر ذنبه ويرجع ويعود. بس تقول لي لا، بس هو لو يفتكر ممكن يجيب له نوع من انواع الحنين، ده الحنين للذنب، نقول له خلاص ينساه. يبقى ايهما افضل للتائب؟ على حسب حالي. اذا كان من حاله انه لما بيفتكر الذنب بيندم وبيقوم يقدم عمل صالح ويستغفر ويرجع لربنا عز وجل، نقول لا، افتكر الذنب على طول. اما اذا كان الحال ان انا لما هفتكر الذنب هحن له وهقوم اعمله، يبقى الافضل ان انت تنساه.